في الوقت ده اغلب الارض كانت متجمعه في قاره واحده، وده اثر على التيارات المحيطيه، فبدانا نخرج من المناخ الرطب اللي كان بيسود في الفتره الكربونيه واتجهنا لمناخ جاف اكتر مع انتشار الصحاري. كمان البرمي شاف تطورات ضخمه في الحياه على الارض، خصوصا في الزواحف اللي بقت متنوعه اكتر ومستعده اكتر للسيطره على البيئات القاسيه. والبحر كان بيتغير هو كمان بمعدلات اكسجين متغيره وتاثيرات ضخمه على الشعاب المرجانيه والكائنات البحريه. طيب هل الاحداث الجيولوجيه في الفتره البرميه كانت فريده من نوعها؟ رغم ان الفتره البرميه بتتوصف غالبا كفتره تحولات جيولوجيه، في علماء بيشوفوا ان التغييرات دي ما كانتش استثنائيه قوي، يعني القارات دايما بتتحرك والمناخ بيتغير على مر العصور، فبالتالي بيعتبروا التغييرات في البرمي ما كانتش فريده من نوعها. طيب والتنوع البيولوجي، هل البرمي فعلا كان عصر التطور الكبير؟ رغم ان الفتره البرميه شافت تطورات في الزواحف والثدييات البدائيه، في نقاش حوالين مدى التنوع البيولوجي اللي حصل وقتها. في دراسات بتقول ان الانقراضات اللي حصلت في اواخر الكربوني قللت التنوع الحيوي، وان البرمي كان اقرب لفتره تعافي اكتر منه فتره انفجار تطوري زي الكامل. طب سؤال كمان، الانقراض العظيم هل هو فعلا اكبر كارثه بيئيه؟ مفيش شك ان نهايه الفتره البرميه كانت كارثيه، مع اختفاء حوالي 90% من الكائنات البحريه و70% من الكائنات البريه، لكن هل كان اسوا انقراض في تاريخ الارض؟ في راي علمي بيقول ان التاثير الفعلي للانقراض البرمي الترياسي ممكن يكون اتضخم بسبب قله الحفريات من الفتره دي مقارنه بعصور ثانيه، بمعنى ان الارقام اللي عندنا ممكن ما تكونش دقيقه بنسبه 100%، بس لو عايزين نديله اسم خاص بيه هنسميه الطريق الى الجفاف، بدايه تحول الارض الى كوكب قاسي.